النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي بتنفع في العزومات. هي بتعتبر من النواشف، لكن لازم لو عندك عزومة لازم تتحط أول حاجة على السفرة. هنعمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة، وازاي يطلع كده طري ما ينشفش منك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنسيش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الوصفات اللي احنا بنعملها. يلا بقى بينا نسمي ونبدأ مع بعض. اول حاجه احط طاسه على النار واحط فيها معلقتين كبار من السمنه، وانزل ببصلتين يكونوا متوسطين او بصلايه كبيره. بعد كده ومجرد البصله مغير لونها وتدي اللون الدهبي الحلو ده، هننزل بقى باللحمه. هنا اللحمه كميه اللحمه ترجع، انا هنا بعمل نص كيلو، حابه تعملي نص ربع كيلو براحتك خالص. بعد ما قلبتها كده وبدات تغير اللون، هنزل كده بمعلقه من صلصه الطماطم او معجون الطماطم، واقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وبعد كده انزل بنص كوبايه من الميه، وهقلب كده اللحمه مع البصل مع الميه مع معلقه معجون الطماطم. بعد كده هنزل بقى بالبهارات اللي هي عباره عن ملح، فلفل، قرفه، مكعب من المرقه، وبهارات لحمه. تمام كده. بمجرد اللحمه خلاص استوت ونزلتها، اهم حاجه نسيبها تبرد. بعد كده بقى هاجي الجلاش واجيب ورقتين كده. انا هستخدم ورقتين، كل ورقتين هدينهم كده مسحه من السمنه. السمنه دي بتعمل على توريق الورق واحنا بنعمل كده الجلاش بيبقى في توريقه كده في لو انت بتاكل القطعه، بتدي طعم جميل قوي. بعد كده بحط بقى اللحمه، ارجع تاني احط ورقتين ومسحه كده من السمنه، وارجع احط اللحمه. طبعا اللحمه هوزعها على الورق كله، طبعا كل ورقه بحط عليها كميه صغيره. وفي الاخر بقى بتجمل الجلاش كله بيبقى مليان. بحط كده بحاول كده اوزعه على الورقه كلها. وبعد كده اجيب ورقتين تانيين بالشكل ده كده وندهن سمنه، ونفس الحكايه لغايه الكميه كلها ما تخلص. طبعا احنا نحدد الجلاش قد ايه ولا اللحمه قد ايه، دي على حسب انت ما حابه تعملي وحابه ايه اللي هيكفيك هتعمليه. نوزع كده اللحمه زي ما قلنا، ونرجع ناخد ورقتين ونعمل بنفس الطريقه لغايه الكميه كلها ما تخلص. انا ما حبيتش افصل الفيديو عشان ايه نبقى ماشيين مع بعض كده، ونشوف احنا بنعمل ازاي لغايه الكميه كلها ايه ما تخلص، ونشوف هنعمل ايه في الاخر. نوزع اللحمه ونحط تاني، نرجع نحط ورقتين هكذا. اهم حاجه نضغط عليها. خلصت الكميه كلها، هبتدي بقى من فوق. طبعا خلاص مش هحط سمنه ولا اي حاجه، هبتدي كده اقطعها علشان لما تستوي وتطلع تبقى متقطعه جاهزه. ما ينفعش نقطعها وهي ناشفه او هي مستويه. هقطعها والتقطيعه برضو اللي انت حباها، مربعات، مثلثات، الحجم اللي انت حابه تعمليه اعمليه. بعد ما قطعناها وتمام، عندك بقى شوربة في التلاجة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، ما عندكيش. طب هنتصرف نعمل ايه بقى؟ هتجيبي كده مية، كوبايتين مية سخنة، وبعد كده تحط عليها فلفل وملح ومرقة وتسقيها. تمام كده حبايبي. خلاص بعد ما زقيت الجلاش بالشوربة أو بالمرقة زي ما اتفقنا، ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد بس تلت ساعة وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين الأمامة كده تمام. احنا النهاردة عملنا الأمامة، أو بيسموه جلاش باللحمة على حسب كل واحد ما بيقول عليها. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، أتمنى إنها تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي. بمجرد اللحمة خلاص استوت ونزلتها، أهم حاجة نسيبها تبرد. بعد كده بقى هاجي الجلاش وأجيب ورقتين كده. أنا هستخدم ورقتين، كل ورقتين هدينهم كده مسحة من السمنة. السمنة دي بتعمل على توريق الورق واحنا بنعمل كده الجلاش بيبقى في توريقة كده في لو انت بتاكل القطعة، بتدي طعم جميل قوي. بعد كده بحط بقى اللحمة، ارجع تاني احط ورقتين ومسحه كده من السمنه، وارجع احط اللحمه. طبعا اللحمه هوزعها على الورق كله، طبعا كل ورقه بحط عليها كميه صغيره. وفي الاخر بقى بتجمل الجلاش كله بيبقى مليان.
بحط كده، بحاول كده اوزعه على الورقة كلها، وبعد كده اجيب ورقتين تانيين بالشكل ده كده وندهن سمنة ونفس الحكاية لغاية الكمية كلها ما تخلص. طبعا احنا نحدد الجلاش قد ايه ولا اللحمة قد ايه، دي على حسب انت ما حابة تعملي وحابة ايه اللي هيكفيك هتعمليه. نوزع كده اللحمة زي ما قلنا ونرجع ناخد ورقتين ونعمل بنفس الطريقة لغاية الكمية كلها ما تخلص. انا ما حبيتش افصل الفيديو عشان ايه نبقى ماشيين مع بعض كده ونشوف احنا بنعمل ازاي لغاية الكمية كلها ايه ما تخلص، ونشوف هنعمل ايه في الاخر. نوزع اللحمة ونحط تاني، نرجع نحط ورقتين هكذا. اهم حاجة نضغط عليها. خلصت الكمية كلها هبتدي بقى من فوق، طبعا خلاص مش هحط سمنة ولا اي حاجة، هبتدي كده اقطعها علشان لما تستوي تطلع تبقى متقطعة جاهزة، ما ينفعش نقطعها وهي ناشفة او هي مستوية. هقطعها والتقطيعة برضو اللي انت حباها، مربعات، مثلثات، الحجم اللي انت حابة تعمليه اعمليه. بعد ما قطعناها وتمام، عندك بقى شوربة في التلاجة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، ما عندكيش، طب هنتصرف نعمل ايه بقى؟ هتجيبي كده مية، كوبايتين مية سخنة، وبعد كده تحطي عليها فلفل وملح ومرقة وتسقيها. تمام كده حبايبي. خلاص بعد ما زقيت الجلاش بالشوربة أو بالمرقة زي ما اتفقنا، ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد بس تلت ساعة وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين الأمامة كده تمام. احنا النهاردة عملنا الأمامة أو بيسموه جلاش باللحمة على حسب كل واحد ما بيقول عليها. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، أتمنى إنها تكون عجبتكم وأتمنى إن انتوا تجربوها. أشوفكم بخير في وصفة جديدة، إلى اللقاء، باي باي.